السلام عليكم، ازيكم؟ يوم جديد من ايام كاس العالم قطر 2022. يوم بادئ بدري قوي بس حلو قوي. تعادل منتخب المغرب مع وصيف العالم المنتخب الكرواتي في مباراة فيها ندية وفيها شغل كتير جدا تكتيكي. هنتكلم على كل كبيرة وصغيرة، بس قبل ما احكي لك ايه اللي حصل اربط حزامك، شايك وقهوتك وحصلني. نتكلم على المباراة فنيا. نيجي نتكلم على المباراة بشكل عام. طول ال 90 دقيقة كانت مباراة جيدة، يعني فوق المتوسط، خاصة بالنسبة للمنتخب المغربي. كان المنتخب المغربي منطقي جدا وواقعي عن طريق المدرب القدير وليد الركراكي، اللي مرضاش النهارده يفتح صدره وافتح خطوطي واول مباراه في كاس العالم واخسر ممكن اشيل كتير كمان من وصيف العالم. لا، هو كان منطقي وواقعي جدا ولعب بطريقه كمان متوازنه جدا، ان انا بقفل نص ملعبي وبشوف الدنيا رايحه ازاي. الشوط الاولاني بدا وليد الركراكي بطريقه 4-2-3-1، وكمان كانت بتتحول ل 4-3-3، وفي بعض الاحيان لما بيكون عليا ضغط بلعب ب 4-5-1. بدأ هو في نص الملعب، عمل ستارة كده في نص الملعب، حتة تكتيكية كده احنا بنسميها في الكورة البلوك المتوسط، عن طريق المتألق جدا امرابط، وعلى يمينه أناحي، وعلى شماله أملاح. عملوا يعني زي ما تقول ايه، ريد لاين كده، خط احمر مفيش حد يعدي. لازم اجيب الكوره، اجيبها بقى بفاول تكتيكي، اجيبها بضغط عالي، اجيبها بضغط متاخر، المهم لازم الكوره ما تعديش وتعمل عليها ضغط. وده كان الهدف الاساسي. حتى لما اختار زياش واختار بوفال واختار قدامهم نصيري، كان مديهم تعليمات ان الناس دي لازم ترجع، لازم تكون كلنا تحت خط الكوره. مش عاوز ادي مساحه للمنتخب الكرواتي للتمرير اللي هو العمقي او حتى التسديد. عشان كده انت لما بتشوف بسبب الستاره اللي هو عملها النهارده، لما تيجي تشوف الاحصائيه بتاعه التسديدات اللي هم اصلا مشهورين بيها، هتلاقي عندهم تسديده كانت الشوط الاولاني، غير كده مفيش. عشان كده هم لعبوا مباراه، خاصه الشوط الاول كنا كويسين جدا وكنا ند قوي جدا لوصيف العالم اللي هو المنتخب الكرواتي. على النقيض المنتخب الكرواتي بدا زلاتكو داليتش المدير الفني المعروف بطريقته المعتاده 4-3-3، وكمان عارف ان هو خلاص بالنسبه لاي منتخب عربي دلوقتي لما بيكون مع اي منتخب اوروبي ما بيفكرش خلاص ان الثلاث نقط سهلين، لا احنا بقينا اقوياء وبقى عندنا لعيبه مميزه وبقوا مذاكريننا كويس. عشان كده هو رمى بكل الاسماء اللي عنده، زي مودريتش، زي كوفازيتش، زي بوليسيتش، وكمان امامهم المخضرم كراماريتش اللي هو لاعب هوفنهايم. ولكن كان سجال هجمه هنا وهجمه هنا، ولكن مفيش غير فرصه شالها المتالق ياسين بونو، كان في نهايه الشوط الاولاني. لما نيجي للشوط الثاني لعب بنفس السيناريو مع بعض التغيير الطفيف، ولكن كان ممكن يشيل هدف واثنين لان هو جازف شويه. كان في شويه اخطاء، الاداء كان كويس جدا، خرج باللي هو عاوزه من المباراه، ان انا كان عنده هدف وحيد، ان انا لو ما قدرش اسجل ما يجيش فيها هدف، انا معايا نقطه لازم احافظ عليها. وده اللي حصل، وهي فعلا نقطه ثمينه جدا عشان اخر منتخب كرواتيا واحضر نفسي ذهنيا ان انا ما اخسرش اول مباراه وافقد الثقه، وده اللي حصل. ولكن الشوط الثاني كان فيه شويه اخطاء. رقم واحد، التحول من الدفاع للهجوم. انا ما ينفعش ادافع بس، يعني لازم يكون وكمان بيجي لي فرص وعندي لعيبه مميزه. ما ينفعش ان انا ما تعاونش في التلت الهجومي، كل واحد ماسك الكوره عاوز يلعب فردي وعايز يروح بالكوره لوحده ويدخل بها الجون. خلاص الكوره اتغيرت، الفكر اتغير، انتوا كلكم بتلعبوا في اوروبا، لازم يكون في تعاون وانكار ذات. هجمه واحده ممكن اخلص بيها المباراه. اخر حاجه، لازم اذاكر كويس الماتش بتاع النهارده واشوف اخطائي واشوف ايجابياتي، وكمان اتفرج على مباراه بلجيكا النهارده مع كندا واشوف بيلعبوا ازاي، عشان المباراه اللي جايه انا عاوز العب بنفس السيستم، ان انا لو ما كسبتش ما اخسرش. معايا نقطه برضو من المنتخب، هو ثالث العالم، عنده اسماء مهمه جدا، عنده لعيبه من افضل لعيبه العالم زي دي بروين، زي لوكاكو، زي كمان كورتوا. لا منتخب حلو، منتخب قوي، ما ينفعش برضو اخسر. لما يكون معايا 2 بونت قبل ما اروح الاعب كندا ممكن اكسب، يبقى معايا 5 نقط. لا انا شايف ان شاء الله باللي انا شفته النهارده بالروح والاداء بتاعه منتخب المغرب ان هم طمنونا، وان شاء الله نشوفهم في دور ال16. الحلقه الاولى خلصت في يومنا الجميل، وكانت حلقه مبهجه. اي حد من العرب بيكسب الواحد بيبقى مبسوط جدا، ولكن احنا معانا لسه ماتشات مهمه جدا زي المانيا، زي اسبانيا، زي كمان بلجيكا وكندا. عشان تشوفني تاني انزل اعمل اشتراك واعمل كمان لايك واعمل شير ودوس على كل الزرار اللي تحت. وزي ما اتفقنا هتشوف هنا تحليل عمرك في حياتك ما هتشوف في اي مكان تاني، وتحدي. انا محمد شعبان واشوفكم على خير.